السلام عليكم، بسم الله توكلت على الله. أنا مش قادرة أستوعب إن أنا رجعت أخيرًا الحمد لله، والله حقكم عليَّ، أنا مكسوفة منكم جدًا، كنت تعبانة جدًا وما زلت بس الحمد لله أفضل كتير الحمد لله والشكر لله. هو تقريبًا من الحر اللهم أجرنا من النار يا رب، أنا ما استحملتهوش، مش قادرة آخد نفسي بجد خالص. يعني أنا بانام بالكشكول كده أقعد أهوي كده لحد أمّا أنام ومش قادرة آخُد نَفَسي ودوخة جامدة وبعدين ضغطي عالي، ضغطي واطي، مش عارفة أنا بقيت قاعدة حرفيًا حاطة جنبي إزازة إزازة كركديه وحتى جبنة قديمة، أنا يعني أحس إن أنا ضغطي واطي أشرب ومش عارفة إيه، فبجد كنت تعبانة جدًا الحمد لله. أنا أصلًا مصوّرة الفيديوهات من زمان، بس هو تقريبًا النهارده الجو هدي شوية الحمد لله، ما بقاش حَر أوي النهارده، فلقيتني الحمد لله قادرة آخُد نَفَسي شوية. سبحان الله أنا الفترة اللي فاتت أمّا كنت باكشف عشان ودني لمّا قُلت لكم في عندي مشكلة وما كنتش سامعة خالص، الدكتورة قالت لي: "أنتِ محتاجة بخاخات." قُلت لها: "لأ، مش محتاجة بخاخات ولا حاجة، أنا باتنفّس كويس." قالت لي: "أنتِ عشان ما جرّبتيش تتنفّسي كويس، فأنتِ مفكّرة أنتِ كده كويسة، أنتِ مش كويسة ومحتاجة بخاخات." فأنا بصراحة طنّشت وقُلت لأ، يعني خلّيني في ودني دلوقتي وبعد كده ربنا يسهّل أبقى أشوف موضوع البخاخات دي، ففعلًا طلعت تعبانة وأنا ما كنتش واخدة بالي. أنتم عارفين من آخر فيديو إن أنا كان عندي شوية بتنجان وشوية فلفل ألوان وكوسة وبطاطس والحاجات دي كلّها، أنا طبعًا ما رميتهمش واستخدمتهم، وفي فترة مَيّة قطعت عندي كبيرة جدًا، أنا المفروض في اليوم اللي أنا كنت باصوّر فيه ده، أنا كنت مخططة إن أنا هاعمل أكلة بالبطاطس والكوسة والجزر، أكلة تانية خالص، والبتنجان برضه بنحبها جدًا، ولكن كانت محتاجة مَيّة بقى يعني وكده، مَيّة كتير، أنا ما كانش عندي مَيّة كتير. فأنا رُحت سالقة شوية بطاطس بشوية مَيّة ضعيفة جدًا وشوية زيت وشوية ملح كده بتبقى حلوة أوي، بس في الحالة دي بتكون متقشّرة يعني، زي بقى ما بتحط لها مَيّة كتير وتحطيها بقشرها وكده لأ، باحطها بمَيّة ضعيفة جدًا وباسلقها بالطريقة دي، وخدت شوية من البتنجان مش كلّه، هنعمل أكلة حلوة أوي مناسبة بقى للحاجات اللي عندنا وفي نفس الوقت مناسبة إن المَيّة قاطعة. بجد إحنا في نعمة كبيرة أوي، أوي، إحنا كانت قاطعة عندنا حوالي 3، 4 أيام كده أو مش عارفة 5 قاطعة خالص، خالص في المنطقة كلّها، لإن كان في ماسورة كبيرة اتكسرت، يعني بجد حسّيت قد إيه إحنا في نعمة كبيرة أوي، أوي. أنتم عارفين طبعًا إن إخواتنا يا حبايبي ولا عندهم مَيّة ولا أكل ولا أي حاجة، إحنا لو ما حمدناش ربنا كل ثانية، إحنا ما نستاهلش والله بجد، ربنا ينجدهم يا رب. من الحاجات والله اللي تاعبة نفسيتي الموضوع ده بجد والله تاعبة نفسيتي، مع إني أنا ما باحاولش أبحث ولا أدوّر في الحاجات دي، بس هو سبحان الله تيجي تاكلي تفتكري، تيجي تشربي تفتكري. المهم أنا كان عندي هنا آخر حوالي يعني تقريبًا 3، 4 معالق كده بس في الزيت، في الإزازة كانت خلاص خلصانة، فعملت البتنجان بالطريقة دي، وبصراحة أصح وبيطلع طعمه حلو ومسكّر برضه حلو جدًا، باقطّعه رقيق شوية وباقوم يعني زي شاوياه كده، وما فيش زيت يعتبر في الطاسة يعني أهو يبقى مش مُضر حتى أوي. البتنجانة التانية أنا كنت عاملة طحينة زي ما قُلت لكم اللي هي كانت خشنة دي عشان الكَبّة عندي كانت مكسورة، فعاملاها في الخلاط، فكانت خشنة جدًا، بس هاستخدمها برضه فمش هتبان في البابا غنوج بالعكس هتبقى حلوة. أنا اشتريت كيس فول اليوم ده يعني وبقدونس، مش عارفة مين كان قال لي نفسي في فول يعني حد من ولادي أو زوجي مش عارفة، فقُلت مش مشكلة هاعمل كيس فول بحيث إن هو أنا كنت عاملة الأكل ده بدري، قُلت هنفطر منه والباقي إن شاء الله نتغدى منه ولو فاض كمان نتعشى، ما فيش مشكلة ما اتعشيناش هنفطر منه تاني يوم أيًا كان يعني، الأكلة دي بجد بتسبب لي السعادة، من مسببات السعادة عندي الأكل ده، الأكل البسيط الحلو ده، بجد حلو جدًا، يمكن أنا ما آكلش من الأكل يعني لو أنا هاعمل مثلًا أكل اللي هو النواشف اللي المفروض معظم الناس بتحبه، لأ ممكن ما آكلش منه غير معلقتين بتاع، لكن الأكل اللي هو بعيش ده أنا باحبه أوي. أنا متعودة كده مش عارفة ليه، أنا حتى في بيت ماما في رمضان بقى أمّا نكون بقى صايمين وبتاع، فنعمل أحلى أكل بقى، أحلى أكل اللي هو إيه هو شوية عدس، شوية فول بالطماطم، الحاجات دي إحنا أمّا بنجوع نفسنا بتروح للحاجات دي، اللي هو إيه الأكل البسيط الشعبي الحلو ده بجد حلو أوي، وشوية بطاطس بالبقدونس، الحاجات دي أنا كنت باحبها أوي. فدايمًا كان بابا في رمضان يقول لي أنا وماما يعني الله يرحمها ويغفر لها، اعملوا لنا بقى الأكل الحلو بقى بتاع رمضان بقى اللي هو الحاجات دي، فليّا معاها ذكرى حلوة وكمان طعمها حلو أوي في بُقّي يعني الحمد لله رب العالمين. ده الفلفل أنا جمّعت منه شوية خلاص يعني هو الفلفل ما ك الحراق أنا سِبته أنا باحب الفلفل الحراق باكله كده، اللي هو بقى مش حراق خدته عملته كده في الخلطة دي، يعني هو أنا ضربته برضه في الخلاط فناعم أوي. فخدته هاعمل بيه اللي هو البتنجان اللي أنا قليته، ممكن أعمل منه مسقعة أنا كنت شايلة طبق كمان كده قُلت أعمله إن شاء الله مسقعة، وبعدين إحنا كلناه ني بقى بصراحة ما عملتهوش.
البتنجانة وأنا باقشّرها أنا كلتها نيّة لقيتها مسكّرة جدًا، أنا زي ما قُلت لكم قبل كده لو شُفتوا الفيديو اللي أنا كنت جايبة فيه الخضار ده كلّه، كنت شارياه من مكان كده بيقولوا عليه اللي هو organic، فبجد الحاجة طعمها مسكّر وطعمها مختلف، فعجبني جدًا. حطيت بقى شوية من الفلفل اللي أنا ضرباهم في الخلاط دول، وهاحط الطحينة وهاحط شوية خل وشوية بقدونس، بس أنا ابني لسه كان راح يجيب لي البقدونس ولسه ما جاش يعني، ومقطّعة شوية الفلفل دول هاعمل بيهم بقى اللي هو الفول بالطماطم. أنا طول ما باجيب زبدية مثلًا لحور والّا حاجة، حور أكلتها ضعيفة جدًا، جدًا، جدًا بجد، صعبة جدًا، فباحاول إن أنا آكلها حتى أجيب لها كوباية زبادي تاكل ربعها مش عارف إيه، فعشان ما تقعدش وتبوظ باعمل بيها ال يعني قُلت أعمل بابا غنوج عشان أحطها فيها، بتكون حلوة أوي، 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 بتبقى خفيفة كده. في طريقتين للفول، الطاسة اللي أنا حاطاها دي أنا حاطة فيها بصل، هو في كذا طريقة للفول، بس أنا عملت بالطريقة دي اللي هي بالبصل، أولًا عشان الحمد لله عندي بصل، ثانيًا عشان أنا عاملة كذا حاجة بالتوم، فقُلت ده يكسر بقى الطعم، ما يبقاش كل الأكل بتوم، وهيبقى يوم بقى طبعًا لو حد عنده قولون متعب جدًا، بس أهو الزبادي هيرطّب شوية، لو مَيّة جات كنت هاعمل ليمون بتاع، يعني في العادي أو هاعمل أي حاجة ممكن الزبادي أعمل بيه عصير بيكون خرافة، الزبادي لوحده لو فيه ربنا قدّر وعندِك عسل نحل وزبادي وبتضربيه في الخلاط بجد بيبقى مشروب كده انتعاش، باحبه أوي، واللبن بالليمون برضه باحبه جدًا، بس الليمون يكون متقشّر وبيتشرب على طول ومعاه تلج، بيكون حلو أوي. المهم أنا عملت الفول بقى زي ما قُلت لكم كده، حطيت شوية صلصة كانت عندي، ورُحت عاملاه بالطريقة أي حاجة أتجنب فيها إن أنا أستخدم مَيّة بقى لإن ما فيش مَيّة، إحنا شُفنا أيام قطع المَيّة ده بجد فظاع، الحمد لله رب العالمين. تعرفوا المضحك بقى اللي إحنا بعد ما المَيّة جات يعني قطعت 5 أيام أو حاجة، بعد ما المَيّة جات راحت ماسورة تانية في مكان تاني اتكسرت تاني ورجعت قطعت تاني. اللي هو إحنا لازم ناخد بالنا من نعمة بجد، أنا أي حاجة بتحصل قدّامي أنا عارفة إن ما فيش حاجة بتحصل ما فيش حاجة اسمها صُدفة، هو قدر من عند ربنا، كل حاجة بتحصل قدر، فأنا باحب أوي أركّز في كل حاجة قدّامي، مع إن أنا من الناس اللي أنا ما باركّزش في حاجة، يعني أنا مع نفسي أوي، يعني اللي هو إيه، ما باركّزش مع حد، ما باركّزش مع بني آدمين، مع مواقف حد يعمل حاجة، الكلام ده كله ما باخدش بالي، بس أنا باخد بالي من الحاجات الحلوة اللي بتحصل، أستشعر كده ربنا قدّر إيه وإيه وإيه. أنا حصل معايا موقف حلو أوي، 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 هاحكي لكم الفيديو الجاي عشان أوريكم الصور اللي هاصورها معاه يبقى الكلام مناسب يعني، بس أنا هاحكي لكم على حاجة برضه، زمان لمّا كنت باحب أشتري حاجة، يعني مثلًا عايزة أشتري ولادي محتاجين مثلًا ترنج عاجبهم أوي وأنا معييش حقّه، أو أنا عاجباني جلابية أوي ومعييش حقّها، نِفْسي في حاجة ومش معايا حقّها، فأنا أبدًا ما أروحش أستلف أنا طبعًا عشان أجيب جلابية والّا ترنج مع إني بابقى محتاجاه مثلًا، أنا كنت أول ما اتجوزت ما كنتش جايبة جلاليب خالص، يعني ما كنتش متعودة ألبس جلاليب ولا الحاجات دي خالص، فكنت نِفْسي أجيب جلابية، مش عارفة ليه ما كنتش باحب أجيب جلاليب، ما كنتش بالبسهم خالص، بعدين حسيت إن لأ دي حاجة مريحة وحلوة، فكنت نِفْسي أوي أجرّب إن أنا أجيب جلابية وبتاع، فبُصّي بقى كنت باعمل إيه، يعني مثلًا ولادي اللي هدومهم صغرت عليهم وأنا عايزة أجيب لهم حاجة، هُم اختاروا حاجة بالذات عاجباهم أو أنا حاسة إن هي جميلة والحاجة رخيصة بس أنا مش عاملة حسابي فيها مثلًا، فباقوم من كتر ما أنا نِفْسي أجيبها أقول مش هاستلف بقى طبعًا ولا عشان خاطر أجيب هدوم أو كده لأ، فكنت باقول من سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أنا كنت باقول كده ساعتها يمكن يكون مش كنتش عارفة معناها أوي، بس كنت باستعين بالله يعني باقول كده وحاسة إن فعلًا الحاجة دي ما حدش هيشوفها وما حدش هيشتريها لحد ما ربنا يرزقني وأجمّع فلوسها وأروح أشتريها، والله لو أقول لكم الحاجة كانت يمكن بتبقى تحفة وما حدش يشتريها لدرجة يبقى يتلم عليها التراب كده، وفي الآخر أنا باروح أشتريها، لدرجة إن أنا بطّلت أعمل كده بقيت يصعبوا عليَّ الناس، أقول حرام يمكن عايزين يبيعوها، فأنا مش هاقول كده تاني، بجد يعني في مرّة شُفت ترند كان لحد من ولادي يعني كان عاجبني أوي، أوي، أوي وسعره حلو جدًا وكان تحفة، تحفة، تحفة ما قدرتش فقُلت كده وكان في منّه ألوان كتير، في لون معيّن أنا اللي كان نِفْسي فيه إن أنا أجيبه يعني، فرُحت قايلة كده واستعنت بالله وعايزة أقول لكم فترة كبيرة اللي هو شهور مش شهر يعني مثلًا لأ شهور والله، رُحت لقيته الوحيد اللي موجود، الألوان كلّها متباعة ما عدا اللون ده الوحيد اللي موجود، فباقول للراجل عايزاه قال لي: "والله العظيم هو نصيبِك." فيعني يمكن ده كان أحلى لون في اللَستة كلّها وأشيك واحد سبحان الله مش عاجب حد، الكلمة دي وجعتني أوي، يعني سبحان الله
كفاية يعني سبحان الله، مش لازم ربنا يرزقنا فلوس، كفاية ده رزق كبير أوي، 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 إن أنا استعنت بالله في حاجة وربنا استجاب لي فيها، ورُحت وخدته وغسلته وخلاص على شوية تراب، وبالعكس كمان الراجل نزّل لي فيه عشان هو مطرّب. الموقف ده اللي خلّاني زعلت وبطّلت أبدًا إن أنا أقول كده على حاجة تاني، أقول خلاص لمّا ربنا يرزقني أبقى أجيب اللي أنا عايزاه، لإن حصل معايا كتير، هي مش مرّة ومش 2 ومش 3. كان في بقى جلابية كنت نِفْسي أجيبها، قعدت شهور، يعني أنا باقول إيه مش مهم أنا يعني يمكن أكتر من الموضوع ترنج ولادي ده، مش مهم أنا، ساعتها كنت حامل وعايزة أجيب بقى حاجة واسعة بقى وبتاع، فقعدت أقول خلاص مش مهم، خلاص مش عارف إيه، خلاص قرّبت أولد، خلاص مش عارف إيه، فبجد قعدت فترة كبيرة أوي، أوي، والجلابية موجودة، 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 أنا يمكن رُحت اشتريتها عشان خُفت صعبت عليَّ الست اللي بتبيعها، قُلت يمكن مش هتتباع خالص بسبب إن أنا قعدت أدعي يا رب ما تتباع، يا رب ما تتباع، يا رب تبقى من نصيبي، يا رب تبقى بتاعتي، وقعدت أقول الآية زي ما باقول لكم، فما كانتش بتتباع بجد، ولا إنيش أروح أستلف بقى ولا الكلام ده كلّه، والله العظيم الموقف ده حصل معايا كتير، 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 مش مرّة زي ما باقول لكم ولا 2 ولا 3، لحد ما بطّلت ساعة ما الراجل قال لي: "أنا مستغرب والله ده أحلى لون في الدستة ومش راضي تتباع." والناس زي ما تقول مش عاجبهم، مش عاجب حد سبحان الله، لإنه نصيبِك يعني هو بقى مطرّب وبتاع وأنتِ جاية تقولي لي عايزة ده بالذات مع إنه مطرّب. ما كلمتش في حاجة يعني، ما باحبش أطوّل في الكلام مع حد باشتري منه حاجة، ولكن أنا عارفة أو حسيت على الأقل إن ممكن يكون ده بسبب إن أنا دعوتي، إن أنا قعدت أقول يا رب يا رب شيلها لي يا رب مثلًا وكده، استعنت بالله، فبجد بابقى الحاجة دي مميزة عندي أوي، بابقى فرحانة بيها أوي. فالرزق حاجات كتير أوي والله، في ناس كده سبحان الله أنتِ تشوفيها تحبيها، فباقعد أقول ما شاء الله ده رزق، سبحان الله ده رزق. يعني في ناس برضه تحبي تسمعيها مع إن أنتِ يعني ممكن تكون بتتكلم كلام عادي مش عارفة، بس تحبي تسمعيها أوي، تطمني إن أنتِ حابة ناس تحبي تتكلمي معاها أوي، الحاجات دي كلها رزق، وإحنا لازم ناخد بالنا من كل حاجة ربنا بيرزقنا بيها والله عشان نحمد ربنا، عشان ما تروحش مننا، أبدًا مش إحنا محرومين من حاجة تزعلي، أبدًا الحمد لله والشكر لله برضه بأي حاجة، لإني بس واثقة في الله مش هيعمل لي إلا الخير. أنا هنا بقى بأمّر العيش، أكتر حاجة باكرهها بتقبيلة العيش ده مش عارفة ليه، أولًا باتلسع وأنا باعمله، مع إني جبت الميكرويف بس حطيت فيه العيش مش عارفة ليه طلع مبلول، ما اعرفش جاب مَيّة منين، حطيته مش أنا قُلت لكم إن أنا جبت ميكرويف وكده، فحطيت فيه العيش طلع مبلول خالص. قولي يا روح ماما عايزة إيه؟ عايزاني في حاجة؟ فأنا مش عارفة هو كده بايظ، أنا جايبة البتاع مستعمل يعني بس ممكن تقولوا لي هو كده بايظ والّا هو الميكرويف بيكون كده مش عارفة، العيش طلع مبلول خالص ومش فاهمة بصراحة، يعني أنا حتى وأنا بادّيها القسط أنا واخداها منها قسط يعني، وأنا بادّيها القسط كنت هاقول لها وبعدين اتكسفت، فقُلت أسأل الأول يكون هو كده. أنا عملت هنا بقى شوية فول بالطماطم فظيع، باحب أوي اللي هو أسبّكه أوي كده لدرجة إن هو الفول نفسه تحسيه اتسبِّك، بس باوطّي عليه يعني، بعد كده عايزة أضيفي شوية مَيّة عادي، أنا هنا بعد ما حطيت الفول في حاجة واحدة لقيته ما شاء الله كتير، فهاقسمه على طبقين لإن ولادي بيتكسفوا لو هو مثلًا طبق الفول بعيد شوية أو كده هيتكسفوا ياخدوا منه، فباحب دايمًا أعرف لو كل واحد طبق لوحده أوزّع الأطباق، اللي هي يعني كل واحد يبقى قدّامه الحاجة قريبة منه، أنا ما باقولهمش حاجة والله بس أنا مش عارفة ليه هُم كده. هنا بقى أنا كنت باعمل البطاطس اللي هي المهروسة، الطريقة دي باعشقها، هي دي بتفكّرني بأيام زمان كده، بأيام ريحة ماما الله يرحمها ويغفر لها أمّا كانت بتعمل لنا ريحة الأكل ده، كانت تعمل لنا البطاطس اللي هي بالبقدونس ده، حطيت معلقة زبدة، هي ماما كانت بتعملها بزبدة برضه، بس هو يعني هنا سبحان الله أنا كان الزيت خلص، عندي زبدة فحطيت زبدة، حطيت معلقة ورُحت مشوّحة فيها فصّين توم كده، اللي هو بس يخش يبقى دهبي، وبعد كده هانزل بالبطاطس اللي أنا هرستها. البطاطس المهروسة من أكتر الحاجات اللي بتنظم الميزانية جدًا، بتخش في فطار وغدا وعشا وأكلاتها كتير أوي، 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 يعني أنا ولادي لسه مفكرينّي أيام اليوم دوّة اللي أنا كنت باعمل فيه البطاطس، أقول لها: "يا ماما فاكرة أمّا كنتِ بتعملي لنا كذا وكذا وكذا؟" أنا كنت دايمًا أحاول ألِم الدنيا يعني، فاروح أجيب شنطة بطاطس اللي هي الصغيرة خالص اللي بتتهرس دي، وأقعد أخترع منها بقى، اللي هو حتى أم بقدونس اللي أنا باعملها قدامكم دي، كنت أعملها مرّة بكزبرة ومرّة بقدونس عشان ما يزهقوش، وليها طعم مختلف سبحان الله، جرّبي وشوفي هتعجبِك إيه، مرّة بتوم، مرّة بطماطم. مرة أعملها كل ده مهروسة، مرة أعملها مهروسة بس بطريقة كده تبقى فخمة، إن شاء الله أعملها لكم، هي دي اللي ولادي لسه بيقولوا لي إيه نفسنا فيها، إن شاء الله أعملها قريب، إن أنا لسه عندي بطاطس وجزر وكوسة، كده صورت فيديو تاني يعني بتاع الأكلة التانية وعملتها، وبعد كده بقى بصراحة ما صورتش كنت تعبانة والله، ويعني كلنا حاجات كتير تانية ما صورتهاش بقى للأسف، بس بعد كده نصور إن شاء الله. أنا هنا كنت طفيت بس عشان أعرف أقلب،
والمفروض يعني كنت احط لها شويه ميه يعني، او هي اصلا ما فيهاش ميه انها ماسكه عشان انتوا عارفين الميه قطع وبتاع. بس لو كان فيها ميه كانت هتبقى طريه او كده، او هي اصلا عشان مش سخنه. فانا هرجع اعلي عليها بعد كده، تتقلب تقليبه كده وتسخن وخلاص. اغرفيها بقى في سرفيس، اغرفيها على طبقين براحتك. نفس البطاطس دي كانت ماما الله يرحمها تعملها لنا زي ساعات زي كور كده مدوره، وبعدين تحطها في بقسماط وبيض ونقليها. برضه كانت طعمها بيبقى مختلف خالص، بتبقى طعمها حلو جدا. بس انا اي حاجه بتقرب للزيت بحاول اقرب منها شويه، ابعد عنها اقصد. ولكن يعني الطريقه دي برضه بتبقى تجديد وحلوه قوي. كنت عايزه اعمل بقى جنب الاكل دي شويه عصير ليمون او شويه ايس كريم، اللي هو بيتعمل من حاجات بسيطه وبتاع. بس انتوا عارفين إن زي ما بقول لكم الميه قطعه، فخلينا بقى مره تانية ان شاء الله نعمل الحاجات دي. وفي الجو الحر ده احنا عايزين نعمل الحاجات دي قوي. بحب عامه اعمل عصير لو في امكاني يعني، او شويه كركديه، او شويه تمر طبيعي. بيقعد عندي كتير قوي التمر الطبيعي ده، لما بجيب ما شاء الله حلو جدا، بالذات لو عملت معاه شويه كركديه بيبقى حلو قوي. في مشروبات حلوه قوي احنا ناسيينها كده، فبقى حلو قوي في الحر ده، اللي هي مغذيه، مش تانك بقى والحاجات دي اللي هي بتبقى صناعيه وبتضر اكتر. لا، بحاول لو متاح اعمل كده، مش متاح خلاص بجيب كيس فروتي. هبوريه لكم في مره كده. بس خلاص بقى، الغدا ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده تحفه. في بطاطس تانية طبعا جوه، مطلعتهاش كلها، قلت اخليها ايه تنفع مثلا مع الفطار، مع شويه اي حاجه اللي انا قلت لكم اللي هيفيد. هناكله نتعشى بيه نفطر بيه اي حاجه ايا كانت بقى، سندوتش بتاع. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.